سأستقبل في مكتب الحزب أهالي المعتقلين والمخطوفين، وسأسعى لإطلاق سراحهم، وسأعمل على تسوية أوضاع المطلوبين. هكذا كانت الدعوة التي نشرتها بروين إبراهيم الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير على صفحتها الشخصية في فيسبوك، لتفتح لنا مجالا للتساؤل حول هذه الإجراءات، وهل هي ناجعة أم لا، في ظل عدم معرفة العدد الحقيقي للمعتقلين والمخطوفين منذ بدء الأزمة السورية عام 2011. كيف ستتم تسوية أوضاع المطلوبين وهم بالآلاف داخل سوريا وخارجها؟ ثم لماذا تأخذ بروين إبراهيم بالذات هذه المهمة على عاتقها؟ أم أنها مكلفة بذلك ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية جديدة في سوريا، رغم أنها خسرت في الانتخابات البرلمانية عام 2020 وشككت بنتائجها؟ ثم ماذا عن حزب الشباب للبناء والتغيير؟ ماذا بنى؟ وهل غير شيئا منذ تأسيسه عام 2012 بعد أقل من عام على صدور المرسوم رقم 100 الناظم لعمل الأحزاب، والذي شاع تسميته بقانون الأحزاب؟ هذه الأسئلة وغيرها أسألها لضيفتي بالاستوديو السيدة بروين إبراهيم الأمين العام لحزب البناء والتغيير، لحزب الشباب للبناء والتغيير. أهلا بك سيدة بروين. أهلا وسهلا بك. بداية، ما حقيقة ملف المعتقلين والمخطوفين يعني بالضبط؟ طبعا أنا رح أحكي معك بالعامي. تفضلي. حتى أخذ راحتي وأوصل الفكرة. أوكي. بالنسبة لموضوع يعني تقديمتك للموضوع يعني بخليني رد على كتير من التساؤلات. فضلي. بالنسبة لنا موضوع المعتقلين والمخطوفين هو ما هو موضوع جديد على يعني من أهداف حزبنا أنه نحن نسعى لهيك أمور، وبعتقد في يعني بعض المعتقلين اللي قام الحزب انه بمساعدتهم يعني لاطلاق سراحهم من السجون موجودين، سواء من القامشلي او من الحسكه او على مستوى سوريا، والبعض منهم من يعني القامشلي والحسكه. لكن نحن بهذا التوقيت بالذات فعلا هو لانه في موضوع انتخابات رئاسيه قادمه، وسمعنا بمصادرنا بدمشق انه في عفو كبير، اللي خلانا نحن نسعى انه خصوصا محافظتي، انا بعتبر انه انا رسوله عن محافظتي بدمشق، ولو انت قلت انه انا يعني لم يحالفني الحظ بموضوع يعني يعني فوزي بانتخابات مجلس الشعب، نعم. لكن أنا بعتبر حالي مندوبة عن أبناء محافظتي بدمشق، كون أنا متواجدة بالمحافظة، مقيمة في دمشق، لكن أنت بالأساس يعني من محافظة الحسكة، من نعم. مدينة القامشلي، طبعا أحد مكاتبي موجودة بالقامشلي. بالنسبة لموضوع المعتقلين والمخطوفين، لازم يعني أكيد العفو رح يكون هذا العفو كبير شوي، لكن نحن عم نخاف إنه يكون في بعض الأسماء إنه ما تكون موجودة، أو في بعض الجهات الأمنية أو بعض الجهات اللي مو حابة تشمل أسماء الكل. فنحن أصرينا إنه لا، إنه نلتقي أو نجيب أكبر كم من الأسماء، وحتى إن نبعث كتب رسمية للجهات المختصة عن طريق وزارة الداخلية لجنة شؤون الأحزاب، اللي هي بعتقد مشكورة. لجنة شؤون الأحزاب ساعدتنا كتير بهذا الموضوع. في كتير ناس تواصلوا معنا كحزب، بيبعتوا كتب رسمية، وفي بعض الأسماء احنا بننشرها طبعا على صفحة الحزب. كم عدد هذه الأسماء؟ يعني لحد هلأ بالنسبة لمكتب الحزب وصل ل 300 اسم عندنا، بس بالمدينة القامشلي، قامشلي وحسكة، وفي القلة من دير الزور. يعني الكل معتقل أم مختطف أم مطلوب أم شو وضعهم؟ يعني هلأ نحن بالنسبة لنا الأغلبية اللي إجوا هن موضوع أنه يعني مفقودين، وفي قسم لا معروفين أنه هن متواجدين مثلا بسجن
صيدناه، لكن بعدين انقطعت الأخبار عنهم. في بعض الأمور الصغيرة إنه في بعض الموظفين لتسوية أوضاعهم، مع إنه أنا ما ذكرت هذا الشيء، لكن بالنسبة لنا استقبلنا هاي الأمور إنه برحابة صدر، لأنه كمان هدول الناس عم نشعر إنه في غبن باتجاه يعني أمورهم من قبل الحكومة السورية. نحن قررنا أنه نسوي كتب رسمية بكل حالة على حدة. موضوع يعني المسجونين بالسجون المعروف وينهم بكتاب لحال. أما موضوع تسوية وضع، يعني مثلا في بعض الناس طبيب مثلا يعني هلا مطلوب مراجعته للجهات الامنيه لانه متهم انه كان عم يشتغل مع منظمه غير شرعيه. بتسووا هذا الوضع؟ نحن بنسوي هذا الوضع، بالاضافه انه نحن عم ننوه انه هلا في توجيه من الرئاسة بحل أمور هيك قضايا. يعني عم نحط الحكومة على المحك أنه أنتم لازم تنفذوا توجيهات معينة. بغض النظر نحن عم نشوف أنه الحكومة يعني بهالفترة هي مو بس مقصرة ومهملة، وأنتم عم تشوفوا نحن بياناتنا كحزب أنه نحن عم نشتغل، حتى حاولنا وصلت الأمور أنه نطلع كاحتجاجات ضد هاي الحكومة. نعم. رح أجي على الموضوع الاحتجاجات والانتقادات، وخاصة أنت حضرتك عم تنتقدي الحكومة بشدة من خلال البث المباشر على فيسبوك، ولكن تكملة لموضوع المختطفين والمعتقلين، هل يعني أنا بعرف وممكن كثير من السادة المتابعين بيعرفوا أنه في بعض الأشخاص وخاصة من مدينة القامشلي، وفي أشخاص أنا شخصيا بعرفهم تم الإفراج عنهم، ممكن عن طريق شخصك، عن طريق الحزب، أو عن طريق أي مكان، ولكن كان في مساعدة بهذا الموضوع. هل يعني هذا الموضوع أنه الحكومة أخذت الثقة بهذا الموضوع فتم تكليفكم بهذه القصة، ولا شو؟ يعني أنا حابب أعرف الموضوع كيف بيصير صراحة. يعني. لأقلك شغلة، أنا هذا هو بدي أحكي بشكل رسمي. أولا لا الحكومة ولا أي جهة أمنية بتكلف حدا إنه يعني إنه والله روحوا لنطلق سراح حدا. وبالعكس عم نعاني كتير حتى انه مثلا انه بالتواصل يعني للجهات الامنيه انه باطلاق سراح المعتقلين. يعني بنبعث كتب وبعدين كتب لاحقة، وإذا ما ردوا بنبعث كتب لرئاسة الجمهورية وبنساوي عرض. يعني خصوصا في عنا مثلا أسماء إنه هاي الأسماء شاملهم عفو 2 و3، فتكليف رسمي أنا بتمنى يكلفوني، إلي الشرف يكلفوني تكليف رسمي إنه أنا ساعد يعني أبناء منطقتي، أو حتى بأي معتقل أو مثلا موقوف سوري إنه يطلع. لكن هذا الحكي هو بادرة من الحزب وبادرة من تأسيس الحزب. يعني نحن كنا حاطين على عاتقنا أنه لا، نحن أي إنسان حتى لو على خطأ دائما نحن ودائما منقول لأهالي الموقوفين إنه حطونا بصورة الوضع بشكل صحيح. حتى هو كان على خطأ نحن بنكتب طلب تظلم أو أي شيء، بنترجى الجهة اللي اعتقلته يعني تلعبوا دور الوساطة إنه مشان هذا الشيء. يعني إذا لم يكن تكليف فممكن هذا الموضوع ما يخلي أهل المختطفين والمعتقلين يكونوا مطمنين أكثر إنه ممكن أولادهم أو أهاليهم يفرج عنهم قريبا، إلا إذا كان في عفو عام. وأكيد هلا بالنسبة لهذا الموضوع نحن كون عم نشتغل عليه، بالعكس أهالي المعتقلين والمخطوفين مثل الغريق اللي بيتعلق بقشة. وخصوصا إنه عم شوف أنا اللي بيجوا لعنا إنه شي دقوا بواب كتيرة، شي تنصب عليهم، دفعوا مصاري، تم استغلالهم. وأنا عم أقول هلا وعبر صفحتي الشخصية دائما إنه بتمنى إنه لا يتعرضوا لهي الأمور، لأنه بصراحة يعني هاي الأمور ما بقول إنه ما حدا عم يطلع بدون مصاري بدمشق، لا، في كتير ناس طلعوا بمصاري ودفعوا، وبالعكس الأبرياء قسم موجودين. يعني في فساد وفي محسوبيات، في فساد وفي محسوبيات كتيرة. بس بتمنى نحن بالنسبة لنا إنه دائما بنوجه الخطاب إنه يكونوا عقلانيين، يلجأوا للطرق القانونية. الطرق القانونية أفضل، حتى لما بدهم يروحوا لموضوع يعني مادي يكون في محامي، يكون في قانوني يثبت إنه دفعوا لجهة معينة. سيدة بروين، مين حاليا الفاسد والمرتشي في سوريا؟
أنا بعتقد ما في شيء، ما فيك تحدد. بالنسبة لنا هل يعني لا زالت الجهات الأمنية يعني تتميز بنوع من الفساد كما يقال؟ هلا مو بس الجهات، ما فيك تعمم. بالنسبة إلي هلا أنا مثلا بقول الحكومة السورية بهاي الأزمة ما أنا حكومة أزمة، ما عندها فريق اقتصادي، وهلا نحن عم نحاول إنه نتمالك نفسنا ما نروح لانهيار. بس في وزراء كمان عم يشتغلوا، بعض الوزراء أنا بعتبرهم أنا مثل ما بحكي كمعارضة وبرفع سقفي على بعض الوزراء، لكن في بعض الوزراء بشكل جدي عم يشتغلوا وعم شوفهم بيتعاونوا معنا. يعني مثلا وزير النقل جديد استلم، أنا بجوز ما بعرف حتى اسمه، بعثت له كتاب إنه في إشكالية بدخول السيارات على المطار بموضوع الصالة، وحطيت الكتاب على صفحتي، اجانا الرد فورا ووجه. مثلا في موضوع وزارة الداخلية عم نبعث أي كتاب لأي جهة أمنية عن طريق وزارة الداخلية، هذا بيتم الاستجابة. وحتى إذا في إشكالية معينة بالعكس عم يبعثوا لنا إنه حاولوا إنه تساووا هيك. فما فينا نحن نعمم. بالإضافة لبعض الجهات الأمنية نحن بالنسبة إلي أنا ما فيني أجي مثل بعض الأشخاص بنقول إنه والله فلان عنده ارتباطات أمنية أو فلانة، لا، أنا أمين عام حزب، والمفروض أنا يكون لي علاقات من بكل السلطة السورية مثل ما لي علاقات مع جهات أخرى أو مع جهات دولية. فعم لاقي كمان في بعض الأجهزة الأمنية بتبعت لهم كتاب عن معتقل، في البعض بيقولوا خلال ساعات تفضل يستلميه. إذا لكن أنت تنتقدين الحكومة بشدة. يعني أنا تابعت مثلا بعض الفيديوهات عبر صفحتك على الفيسبوك، أنت تنتقدين بشكل أحيانا قاسي في ظل دولة يعني لا زالت سوريا دولة أمنية. يعني ألا تتعرضين مثلا لإزعاجات من الأمن؟ هلا بالنسبة للأمن بصراحة ما بتعرض. يعني أنا ما بدي إجي أقول. طيب ليش؟ يعني هذا السؤال منطقي. هذا السؤال منطقي كتير عم يسألوه. يعني ليش؟ يعني إنه ليش أنا ما بعرف ليش. بس أنا بقناعتي إنه أنا لما بطلع بحكي أنا أولا مثلا السيد وزير الداخلية من فترة كنت عنده، قلت له لما أنا أتجاوز بقانون الجرائم الإلكترونية ما لازم تحاسبوني حاسبوني كشخصية عادية، ولا تحطوا ببالكم أن أنا شخصية اعتبارية. يعني أنا وقت اللي طلعت القساوة وين كانت بعد انتخابات مجلس الشعب، طلعت وانتقدت بشدة لأنه عندي وثائقي وتزوير، يتفضلوا يحبسوني، أنا جاهزة للرد. الشغلة الثانية أنت عم تحكي إنه مثلا القساوة، أنا عن بعض الوزراء لما بيطلع وزير بده هو يحكي بشي يمس الشعب السوري، أنا كأمين عام حزب أنا ما عم مثل شخصي كبروين إبراهيم، أنا بدي رد عليه جوابي إذا ما بده يكون مدروس وموثق، أنا تحت المحاسبة القانونية. طيب هل لأنك لا تنتقدين رئيس بشار الأسد لا تتعرضين لإزعاجات أمنية؟ لا، أنا بالنسبة إلي يعني دائما بقول بالنسبة للرئيس بشار الأسد كتير يعني الموضوع يعني التقيت فيه أكثر من مرة وأخذت وفود، وبعتقد في شبال إبراهيم الموقوف الوحيد اللي أنكر يعني ما كان عنده رد جميل للشيء اللي عملناه. طبعا شبال إبراهيم لك حق الرد يعني طبعا له حق الرد. لا هو بيسمع أكيد. نحن طلعنا كأول وفد شبابي كردي في رضوان وحيد أخوه الأستاذ ريبر وحيد، كان في الأستاذ مروان عبدي من القامشلي، في الأستاذ عماد العمر، فطلعنا بوفد عند السيد رئيس الجمهورية وطلبنا منه ببداية الحراك إنه نحن معنا إنه أي شيء أنتم مطلوبين ككرد وكشباب كرد واستقبلنا استقبال كتير جيد. شبال إبراهيم طبعا شبال إبراهيم هو كان يعني لقب بأمير الحراك طبعا ينظم المظاهرات، وحتى أهله أخوه موجود جوان إبراهيم. طلبنا الطلب الوحيد منه هذا الطلب. خلال 15 يوم استلمنا شبال، عالجناه ووصلناه لمطار القامشلي ولعند أهله. نفاجأ أنه بوصل لكردستان يعني حكى أنه أنا ما بعرف لا المدام بروين أو
انا ما في عندي مشكله بهذا الموضوع. بس الشباب اللي معنا. لكن موضوع الرئيس بشار الاسد، بالنسبه للرئيس بشار الاسد باي لقاء مثلا التقيت فيه كان دائما بحس انه كلامه عن الكرد أو عن مثلا شو حقوق الكرد أو أي شيء كان بالنسبة إلي بلاقيه إيجابي. وأنا حاولت وبرجع بقول يعني عبر إذاعتكم ببداية الحراك ما يسمى الثورة، لأنه أنا برجع بقول الثورة يجب أن تقودها قادة، ولكن نحن بالنسبة لنا شبابنا انزجوا بالسجون والقادة هربوا إلى برات. أليس هناك ثورات اجتماعية بدون قادة؟ لكن انه لما بيقودوا ناس ويقعدوا هدول الناس بمكاتب وياخذوا يعني الشعب صار مثل ما معروف هلا الحكومه السوريه وضعها كمان وضعنا بدنا نكون دائما نحكي بعداله. طيب. فاذا يكونوا باوروبا ويكونوا موجودين باقليم كردستان وغير محلات وشبابنا اللي هلا عم نسعى لنا نطلعهم. انا ما بدي اوسع وشعب الموضوع كثير، بدي ارجع على سؤالي، يعني لماذا لا تنتقدين السيد بشار الاسد؟ انا بالنسبه لي بما يخص الرئيس بشار الاسد بلقاءاتي كان ايجابي جدا. شاب اصلاح يعني شاب اصلاحي. لكن اللي هلا نحن عم نطلب منه وعم ننتقد، وانا بنتقد بشده انه يجب ان يقوم الرئيس بشار الاسد بثوره اصلاحيه ضمن حزب البعث نفسه اللي هو حزب السلطه اللي هو عم يقود البلد. حزب البعث هو اللي عم يقود البلد، هو مستلم. انا دائما بقولها ببثاتي المباشره انه ما لازم يزعلوا البعثين. انا ما في مشكله مثل اي كرديه بيقولوا فلان بعثي، لا مو لانه بعثي، كانوا بزماناته البعثي والشيوعي والقومي بنفس السجون، لكن البعثي استلم السلطه، ابتعد عن القواعد، ابتعد عن حاله. البعثي الان مستلم هو الحكومه، مستلم البرلمان، مستلم المحافظين بعد 10 سنوات يعني من الازمه، ولحد الان معناته اي تقصير عم يصير على البعث. إذا لما رئيس الجمهورية إلى الآن ساكت عن هدول العالم، نحن بالنسبة لنا هلا في انتخابات قادمة وهو الأمين العام لحزب البعث، هو الأمين العام لحزب البعث. فنحن مو ما بننتقد إنه بنخاف، لكن نحن عم ننتقد الحزب، عم ننتقد الكل، ونحن عم نطالب إنه لازم الرئيس يغير كل هالنهج هذا، يقوم بتغييرات سياسية. بس أنا كبروين إبراهيم برجع بقول وكحزب الشباب للبناء والتغيير يتفضل شخص آخر ويرشح حاله، وهذا الشخص يكون سوري. وقتها بتشوفوا انه نحن مين بنختار. بصراحة انت زعلانة من بشار الاسد؟ بالنسبة إلي لأنه أنت ذكرتي هلا البثات المباشرة اللي كنت عم تعمليها قبل كان دائما الخلفية صورتك وتجمع مع السيد الرئيس بشار الأسد. حاليا ما في هاي الصورة، أنت زعلانة منه؟ لا، حاليا صورته بمكتبي وأنا وياه، بس أنا بثاتي المباشرة عم بثها من بيتي. وأنا لهلا أنا أملي إنه الرئيس بشار الأسد يعني بالعكس يتوجه لشعبه. يعني لأقول لك شغلة، الفرق بيني وبين الآخرين لما بيطلعوا في كتير من المعارضة إنه ما بدنا بشار الأسد، ونحن المعارضة الخارجية هيك عم تقول. ما حدا قال بدنا نغير سوريا، بدنا نغير النظام، ما بدنا بشار الأسد. طيب يا حبيبي أنت ما بدك إياه، بس في قسم كتير بسوريا بدهم إياه. التغيير شلون بيصير؟ التغيير ما بيصير بثورة اللي اجوا داعش واجوا شفنا اللي صار. يعني قصدك التغيير مو بشخص بشار الأسد، لكن التغيير بده يصير بالنظام ككل. بعدين هلا في صناديق اقتراع. في الرئيس بشار الأسد لسه لحد هلا ما أعلن إنه رشح حاله. إذا رشح حدا تاني بلاقي فيه هذا الإنسان إنه قادر على قيادة سوريا، نحن ما عنا أبدا مانع أنه نعطيه صوتنا. بس القصة أنه بدي يكون أنا بطلة قومية أو بطلة كردية أنه والله احكي أو سب بشار الأسد. ولا لقاء
بالرئيس بشار الأسد غير أنه قال أنه الأكراد لهم حقوق ولازم ياخدوا حقوقهم. وبالعكس الشباب اللي كانوا معي إذا هلأ عم يشوفوا اللقاء بالعكس ما عاد كملوا الحديث من مدحه للكرد. هل يعني بشار الأسد كان يمدح الكرد الذين لا يطالبون بحقوقهم القومية خاصة؟ هلا بالنسبه لموضوع الحقوق القوميه انا من هالمنبر عم بقول من 2011 لهلا انا مالي علاقه قبل مين طالب بحقوق القوميه بشار الاسد. مين هذا طالب؟ السؤال تسأليه للأحزاب ولكن يعني للكل للكل. هل هناك حقوق قومية للكرد أنت برأيك؟ بالنسبة لنا حتى كحزب نحن عم نطالب بالاعتراف الدستوري بالأكراد كقومية ثانية بسوريا. يعني في حقوق قومية، في حقوق قومية. بس أنا بدي يحيل السؤال لك، أعطيني أسماء الأحزاب الكردية أو الإدارة الذاتية أو المجتمع المدني أو أنتم كإعلاميين مين توجه إلى دمشق لعند الرئيس بشار الأسد وطالب بحقوق الكرد إلى الآن؟ وبكل المؤتمرات التي يعني حضرتها، موسكو 1 موسكو 2 جنيف 1 ولهلأ، والأحزاب الكردية الموجودين بالائتلاف والائتلاف اللي الآن رافض أصلا الاعتراف، إنه حتى ببند أنا بعرف بمنصة الرياض رفضوا إدراج الاعتراف باللغة الكردية. وإلى الآن الأحزاب الكردية موجودين بالائتلاف كمان لهم حق الرد. لهم حق الرد. الإدارة الذاتية إلى مطالب. عفوا يعني أنت هيك بهاي الحالة أنت عم تتهمي يعني تقريبا أكثر من 60-70 سنة مما يسمى النضال السياسي الكردي من 57 في أحزاب كردية عم بتناضل من أجل القضية الكردية. أنا عم بحكي هلأ، أنا قلت لك من 2011 لهلأ. هلأ نحن بالنسبة لنا من 2011 يطلعوا يردوا أو يطلع حدا من المجلس الوطني الكردي أو حدا من الإدارة الذاتية، المطالب معروفة. إلى الآن ما يعني شفت حدا طالب بالحقوق القومية للكرد السوريين. حتى الإدارة الذاتية لم تطالب مع الإدارة الذاتية. هلا شوف المفاوضات بينهم وبين بعض. لا المفاوضات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية. الإدارة الذاتية والحكومة السورية مطالبهم الاعتراف بالإدارة الذاتية، إنه قصد تكون فصيل من الجيش السوري. موضوع المناهج إنه تدريس اللغة الكردية بمناطق الدولة الكردية، ويكون في حصة من يعني من الموضوع الاقتصادي. موضوع الحقوق القومية اللي انتم كشباب يعني بعتبركم صغار، انا كبيرة شوي بالعمر. الشباب الجيل الصاعد لازم تعرفوا شيء. انا من 2011 لهلا وبعتبر حالي حزب وطني. انا إحدى الكرديات بهذا الحزب، لكن ما شفت ولا على طاولة حوار لا بجنيف ولا بموسكو ولا أي مؤتمر حدا طالب بالحقوق القومية للشعب الكردي. المجلس الوطني الكردي يطالب بالفيدرالية، وحتى الإدارة الذاتية يعني طالبت بفيدرالية شمال وشرق سوريا على أساس الفيدرالية الديمقراطية. هذا الشيء كان معلن. وين طالبوا؟ بين بعض. أنا ما بعرف. هذا اللي عم بحكي. هلأ بالمحادثات أنا ماني ضمن المحادثات الكردية اللي عم بتصير، وبتمنى هاي المحادثات يعني تتقدم ويصلوا لتوافقات. لكن أنا عم بحكي عن دمشق. بدمشق إلى الآن من 2011 أصلا ما حدا راح لهنيك. هلأ بالبداية كانوا حجتهم إنه يلا النظام رح يسقط. ما سقط النظام. بعدين صاروا خجلانين من بعض، ما بدنا نروح. بعدين صار النظام ما عاد بده يستقبلهم. إذن ضيعوا على حالهم فرصة تاريخية. بغض النظر برجع بقول أنا بتوجه للمجلس الوطني الكردي، للإدارة الذاتية، للأحزاب الكردية، إنه على الأقل توافق واحد. بعتقد الكل بده يتفق على هذا الشيء، إنه يكون في بيان واحد هو مطالبة النظام بالاعتراف الدستوري يعني الحقوق القومية الكردية أو كقومية تانية بالدستور السوري. لأنه بدي لك شغلة، أي مطلب غير هيك راح النظام يجي نظام تاني بده يلغيه. أما إذا بيكون في اعتراف بالدستور
هذا شيء تاني. وبعتقد حتى هذا الشيء ما راح يصير، لأنه الائتلاف شبابنا اللي موجودين باللجنة الدستورية عددهم 2. الباقي أنتم بتعرفوا قد ايه العدد يعني. فأي شيء بده يكون بالتصويت، فإذا ما نعول، خلونا دائما نكون واقعيين وموضوعيين. شكرا أولا لأنك اعتبرتيني شباب، وأنت كمان لساتك شباب. بس الموضوع الأساسي بهذا النقاش هو أنه يعني بروين إبراهيم كأمين عام لحزب، يعني أنتم تطلقون تسمية أو وصف الوطني على هذا الحزب. ماذا فعلتي للقضية الكردية؟ أنت أيضا كردية، يعني حتى قبل 2011 كنت كردية وبعد 2011 كنت كردية. ماذا فعلتي للقضية الكردية؟ يعني الحقوق القومية بالنسبة لك شو هي؟ هلأ كمان أنا بنت القامشلي. نعم. بنت عائلة شيوعية. هاي العائلة فتحنا عيوننا نحن انه المنادات بالأممية. نعم. يعني بصراحة ما كان عندي هالنزعة القومية واجي هلا ساوي كمان بطلة انه اقول كنت عم بحلم بكردستان. لا، كان يعني حلمنا نعيش ككرد. طبعا نحن ما كنا مكتومين قيد أو شيء أبدا، نعيش ككرد عنا كرامة. أنا طفلة يعني بعائلتي كنت عم شوف دائما أنه مثلا أبي خالي بالحزب الشيوعي أنه يحكوا أنه في شيء يعني مثلا بيمنعوا أمنيا أسماء الأكراد، الأمن عيد نوروز كان عم يمنعونا نطلع. أنا بحكي هذا الشيء بلتمسه كنت كعائليا. لكن لما يعني صرت بالشام من 2004 صار الأحداث القامشلي. بعدها شوي هيك يعني أخذت أنا عايشة بين العلوية وبين الشوام، ورفقاتي بالوظيفة كمان ما حسسوني أنه أنا كردية في شيء غلط فيني. بصراحة بدنا نحكي، لكن خلق عندك هذا الشعور الوطني. صار في شعور إحساس آخر عندي لما قمنا بتأسيس الحزب بال2011. الحزب هو وطني، في الكردي، في العلوي، في السرياني وعندنا 7 أفرع بالمحافظات. هالسبع أفرع بالمحافظات خليتهم كحزب يعني مو بس يتعاطفوا معي، يحملوا قضيتي إنه هن مع وينقلوا هاي الشيء ضمن المعارضة الوطنية اللي أنا حضرتها بكل محافظة، إنه لا، في شيء مكون كردي يجب الاعتراف بحقوقه الدستورية بالدستور السوري. هل في البرنامج الحزبي تبعكم في شيء عنوان عريض أو مانشيت اسمه القضية الكردية؟ في حلول ببالكم لهذا الموضوع؟ نحن طبعا بنظامنا الداخلي هو المطالبة بالاعتراف الدستوري بالقضية الكردية قومية ثانية. الشغلة الثانية بالنسبة إلي إنه شو عملت، أنا بعتقد يعني في شغلات بجوز غيري يذكرها. بأيام أحداث عفرين أنا شاركت كتير مثلا تهريب البعض، تقديم الأدوية. على فكرة موضوع الأدوية لما قدمتها لعفرين أنا أخذت موافقة من رئيس الجمهورية بهذا الشيء، وبعثت كتاب إنه أنا بدي أبعث أدوية لنازحين عفرين. وقتها ما كنتي زعلانة ولهلا أنا ماني زعلانة. أنا لهلا بس لأقلك شغلة، أنا لهلا بتمنى إنه هو ومو غيره إنه يعطي حقوق الكرد. لأنه يعني ما عندي هالشخصية اللي أنا يعني أنا هلا عم مثلا حتى شخصيات المعارضة. أنا في معارضة أنا أبدا ما بقعد معهم على طاولة، هدول المعارضين اللي دبحوا منا مو بس الأكراد، دبحوا السوريين اللي اعترفوا بالجيش الحر أو داعش. أما في معارضة مثلا أعطيني حدا معارض يرشح حاله، أنا من هون بعطيه صوتي. بس هذا الموضوع ليش يعني ما بيسترجوا يرشحوا حالهم ولا شو القصة يعني؟ لا مو شو القصة، لأنه لحد هلا أنا بالنسبة إلي ما شفت معارض إجا عم يحط هو مو برنامج انتخابي، خطة من أجل تغيير سوريا. القصة مو المعارضة أنه أنا ما بدي الرئيس بشار الأسد أو ما بدي الأجهزة الأمنية، أنا بدي سوريا ككل، سوريا القادمة لكل السوريين. الكردي ياخذ حقه، السرياني ياخذ حقه، يعني حتى ولم يكن هذا الشخص هو بشار الأسد.
ممكن يعني. طبعا حتى لو لم يكن بشار الأسد. يقال أن جمال سليمان ممكن أن يرشح نفسه، هل ستنتخبينه إذا رشح لا نفسه؟ أنا بالنسبة لي صديق والتقيت فيه بجنيف، بس جمال سليمان أولا أنا ما بعرف شو تفكير جمال سليمان بالنسبة لسوريا. يعني مو معقولة كمان مثلا هلا واحد اجى شهرين للانتخابات يطلع لي واحد يقول أنا بدي رشح حالي لسوريا وبيجي أعطيه صوتي. طيب أعطيني. ما بيحق له يرشح حاله؟ يحق لأي سوري يحق بجوز سوري. أنا رشح حالي لسوريا، يعني بيحق لأي حدا يرشح حاله، بس كمان الشخص اللي بده يرشح حاله بده يعطيك شو بده يعمل لسوريا. البرنامج يعني مو بس ككردي، لا مو بس ككردي. هلا بيجوز يجيك بكره حدا يرشح حاله بدك تقول يا ريت ضل الرئيس بشار الأسد. في ناس أنا عم أقول لك بالنسبة بالائتلاف المعارض حاقدين على الكرد كأنه نحن أعداء تاريخيا لهم. نعم. أكثر من الحاقدين الموجودين ضمن النظام ممكن. طبعا. طيب ب 2004 أنا عملت بحث عنك بجوجل، لاحظت شغلتين. هلا الشغلة الأولى إنه وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري ما كتير عم تستضيف فروين إبراهيم في برامجها، ما عم ينفتح لكم هذا المجال. ليش؟ لأنه الإعلام السوري كمان بده تطبيلة إلون، بده الناس يعني يحكوا مثل ما هن بدهم. وأنا بالنسبة إلي دائما بقول سقفي مفتوح، بدي أحكي اللي لازم أحكي. فمشان هيك هن حذرين بأنه ياخدوا الأشخاص اللي مثلا ما فيهم ما عندهم كنترول، يعني هن ما عندهم كنترول عليهم. طيب كمان بويكيبيديا كاتبين هيك بالضبط، أنا حتى عامل له التقاط. في العام 2004 مارست يعني فروين إبراهيم دورا مسؤولا في وقت الفتنة وإنجاز المصالحة بين الكرد والعرب في محافظة الحسكة. ممكن تشرحي لي هذا الموضوع ب 2004؟ هلأ هو الموضوع كان أنا وقتها كنت صحفية يعني صحيفة أنباء الكويتية. كمان ككردية تم دعوتي إنه مين الأشخاص اللي بتعرف فيهم. قلت لهم أنا ما بعرف كتير أشخاص، بس فيني أنا أصل يعني للبعض. إنه في مو بس يعني في جهات أمنية كانت بتشتغل على مستوى أكبر مني بكتير. لكن بالنسبة لي أنا التقيت ببعض الأحزاب الكردية وبعض الشخصيات العربية وحاولت فهمهم إنه الوضع يعني صعب. لقيت في استجابة من الكل، مو لأنه أنا عملت إنجاز. الكل كان خايف إنه المحافظة تروح لشيء أكبر. وبالتالي إجوا على دمشق ويعني صار نوع من المصالحة يعني. طيب بصراحة يعني هذا الموضوع أكيد ما أنت اللي إجيتي وبدك أكيد كان في نقاش بالشام، أو كان مثلا أحد المسؤولين أو إحدى يعني الهيئات التابعة للحكومة، يعني أكيد كان في نقاش. أنا قلت لك تم تكليفي بهذا الموضوع كون أنا كردية من قبل رئاسة الجمهورية يعني. رئاسة الجمهورية قبل الزعل لا لسه أنا ماني زعلانة، بالعكس. برجع بقول أنا بتمنى إنه الرئيس بشار الأسد هو اللي يعطي حقوق الكرد وهو اللي بيعترف بالقومية الثانية. ما دام عم نحكي بصراحة، اللي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفه. أكيد ما دام عم نحكي بصراحة وأنت بقلب مفتوح عم تستقبلي هاي الأسئلة، هل فعلا كان من رئاسة الجمهورية ولا كان مثلا من فرع أمني معين؟ يعني شوف لك شغلة، برجع بقول أنا إذا هلا بعرف أي ضابط أمني بدي أقول أنا بعرف ضابط أمني، مانو شيء مخجل. لما أنا بعرف قلت لك مثلا في بعض شبابنا الكرد إنه فلانة إلها علاقات أمنية. نعم. وأنت لما بيكون أخوك معتقل بدك تروح تترجى تبوس إيدين مساعد ليطلع لك أخوك. أما أنا كأمين عام حزب أصلا من المعيب إنه ما يكون إلي علاقات مع كل السلطة السورية. أنا اللي ما بعرفه كمان مثلا من فترة كان في 2 من القامشلي موقوفين بدعوة، وكمان رح يطلق سراحهم خلال أيام، ما نون سياسيين طبعا. حكوا أهلهم معي، ما بعرف اللواء، اتصلت فيه جبت رقمه، وأنا بالعادة ما بتصل على الموبايل حتى إذا ما بده يرد علي ما يخجل.
طلبته عن طريق مدير مكتب ورد علي، قلت له انه في فلان وفلان انه اجوا، قال لسه هدول امبارح اجوا. قلت له ايه بس انا مشان ما يعني تضربون. قال ليش مين قال لك احنا بنضرب العالم؟ قلت له لا هيك عم بحكي، بس بتتمنى انه ديروا بالكم عليهم. وهلا تواصلنا وعم نشتغل لهم، وراح يتم اطلاق سراحهم خلال ايام، وبتمنى هن يطلعوا ويحكوا. يعني انا اللي ما بعرفه كمان لما بيجيني موقوف، هلا انا عندي كتير مواقيف وعندك 500 فرع أمني بدمشق، مو بالضرورة أعرف حدا. أنا بكتب كتاب بوجهه كأمين عام حزب وبحط ختمي وببعث له. أما في بعض الأشخاص، أنا في بعض مثلا الضباط اللي كتير أنا أعجبت بفكرهم، في ضباط يعني قريبين على الشعب، هن من الشعب نفسه. طيب. بهذا الموضوع بتعرفي ليش الناس هيك عم تحكي؟ ممكن لأنه يعني الأمن السوري عاث فسادا في سوريا يعني على سنوات طويلة، كانت الاعتقالات والاختطافات وهي القصة. فسمعة الأمن السوري بصراحة سمعة سيئة. يعني أنا كشخص بحكي هذا الموضوع كشخص سوري، وهذا الموضوع معروف. يعني أنت اللي اتصلتي ما قلتي له لا تضربيه، يعني الضرب صاير قصة كتير عادية ممكن بهذا الموضوع. لهيك أي شخص ممكن يحكي إنه والله أنا عندي ارتباطات أمنية، ممكن تتاخذ عليه سمعة مو جيدة. لهيك حبيت برر هذا الموضوع إنه الناس ليش هيك عم تحكي. طبعا ممكن هذا الموضوع، هاي العلاقات وهاي الارتباطات ممكن بعض الناس يستخدموها لمساعدة الناس، وليس مثلا لإيقاع الإيذاء بالناس أو لإيقاع الضرر بهدول الناس. يعني مثل ما حضرتك عم تحكي، هاي العلاقات استفدتي منها، أو الناس كمان استفادوا منها، لحتى مثلا يطالعوا الموقوفين والمخطوفين والمعتقلين من السجون السورية. فمو دائما ممكن، حسب ما فهمت منك، عم حاول يعني اشرح هذا الموضوع، انه مو دائما العلاقات الأمنية تكون مضرة. صحيح؟ لا طبعا مو دائما، وخصوصا اللي بده يكون هو عنده منصب. يعني هلا بجوز انا اذا ربة منزل اكيد ما لازم يكون لي علاقات امنيه، او ما لي شغل مع الامن، اذا او انا انسه مدرسه او شيء. طيب. بس انا امين عام حزب، اذا هل الاشخاص اللي بدي يطلعون، يعني بدي الجا لمين مثلا انه يطلع لي اياهم؟ انت مجبوره انه تتعاملي، انا مجبوره أحياناً. ومضطره، واحيانا انا بروح عند ضباط، انا يعني لأنه هو طلع وتشكرني. مثلا عمر كالو هو مذيع بروداو، أنا رحت لعند الضابط وأنا جبته بإيدي، وأنا ما خفت ولا زعلت إنه ليش أنا رايحة. بالعكس أنا رايحة عم بنقذ حياة إنسان كان بيجوز هذا الإنسان ينفقد إذا ما رحت. ليش أنت ليش ما عم يرفضوا لك طلب؟ يعني انت لا مو انه ليش ما بيرفضوا، في طلبات ترفض. انا مثلا في طلبين انا طلبتهم وقالوا لي انه هدول يعني تهمة تجسس. في طلبات قالوا انه مثلا هدول قصص ما فينا نعطي. يعني انا مثلا حتى كتبي انا بالنسبة لي برجع بقول يعني أنا ماني معادية للدولة حتى أجي أقول لك أنا ماني سهير الأتاسي معارضة خارجية. أنا معارضة لفساد مثلا الأجهزة الأمنية أو الحكومة. حتى هون إذا عندكم فساد بالإدارة الذاتية أنا بطلع بحكي عليها. طيب. يعني فمو معناتها أنا ضد، بس لما ببعت الكتاب أنا ببعت كتاب بصيغة لائقة، يعني إنه هذا الشيء ما بيأثر. شاب موقوف عندكم مثلا أو دكتور راح تروح شهادته كرمال إنه شارك بمظاهرات وتم عفو من الرئيس. نعم. ففي طريقة بالتعامل. هل علاقاتك الجيدة مع روسيا ممكن تكون السبب؟ بالنسبة لي علاقاتي بروسيا طبعا جيدة جدا، لكن مو هي السبب بأنه تعاون الأجهزة الأمنية أو الحكومة السورية. هلأ بعتقد قسم من انه عم يردوا علي بدهم يخلصوا من لساني كمان، لانه انا بالنسبه لي يعني بضل ورا الطلب، خصوصا الطلب المحق. يعني هلا شوف في طلبات انا بحسها ما انا محقه كمان، بس زعل على اهل الناس. يعني بيجيني واحد مثلا انه موقوف بقصه مو لائقه، بقول اذا في مجال يطلعوا اهله اجوا لعندي، حتى بهيك حالات بيساعدوني.
نعم. فإنه بالنسبة لموضوع روسيا لا، أنا بلاقي إنه هذا الموضوع علاقتي بروسيا لحال ما دخل بي طيب. بالدولة. ب 2011 كمان زرتي مدينة قامشلو، التقيتي وقتها ببعض ممن كانوا ينظمون المظاهرات، وكنت تحملين رسالة من الدولة السورية لوقف الحراك. هل هذا صحيح؟ كيف تم التحضير لذلك وماذا حدث؟ لا، هذا الشيء ما صار. بال 2011 أنا كنت عم قود سيارتي، جيت ففي مظاهرات طلعت بشارع شارع عمودة، فحاطين مثل بلوك يعني، ايه، واختي معي، فأنا عم قل لهم إنه افتحوا الطريق بدي أمشي هيك. طبعا في شباب بيعرفوني يعني، في شيء أقربائي، في شيء أهلي يعني، الحمد لله في من العيلة كمان يعني. فإنه لا، ما بدك تمري لهم من هون يعني، صار عند بيني وبينهم يعني. وأنا بصراحة من بال 2011 مقيمة بالشام، ماني بجو هالحراك هذا كله يعني. كنت بعتبر إنه هذا كله صخب، مانو شيء يعني، ما كنت بالجو. فبعض الشباب اجوا يعني انه لا، روحي بسيارتك من هون يعني، اقربائي رفقاتي، وحملت سيارتي ورحت. بس لا حدا كلفني. وبال 2011 اصلا الامور كانت كتير يعني مختلطة ببعض، ما كان في أي شيء من هذا النوع. يعني لم يحدث مثل 2004 حين مثلا؟ لا أبدا. بال 2011 كان الكل، خصوصا من 2011 لل 13 كان الموضوع متأزم، كان في مشاكل. لكن صار في موضوع التواسط، إنه الأحزاب الكردية تطلع تلتقي بالرئيس بشار الأسد، وأنا تواصلت معهم وهن رفضوا أنه يحضروا للقاء الرئيس بشار الأسد تحت ضغط الحراك الشبابي وقتها. نعم. تمام. طيب، ماذا بنيتم في حزب الشباب بعد ما يقارب 10 سنوات من تأسيس الحزب؟ هلأ بالنسبة لنا بصراحة بالبداية نحن التفتنا على موضوع مثل غيرنا، أنه أهم شيء أنه نثبت وجودنا وموقفنا بموضوع سوريتنا. برجع بقول أنا عم بحكي باسم حزبي، سوريتنا. حاولنا أنه يعني تنظيميا نقوي حزبنا شوي يعني. كمان تعبنا انت بفترة حرب وأزمة، ويجوك ناس منتسبين والعالم عايفين حالة من الأحزاب وسياسيا. اشتغلنا بالعمل الإغاثي والإنساني، وكان هذا الشيء ساعدنا في جمعية الشهيد أحمد قاديروف بالتكليف من رئيس الشيشاني. أنا زرت الشيشان 4 مرات، وهي الجمعية اشتغلنا فيها على كافة الجغرافيا السورية. نعم. يعني بصراحة للكل اشتغلنا، وما كان في شيء اسمه معارضة موالاة، بالعكس يعني اشتغلنا، كنا عم نطلع أهل الغوطة اللي طلعوا دارية، باللاذقية، طرطوس، هون بالقامشلي. فهذا الشيء الإغاثي والإنساني ساعدنا كتير. موضوع دعمنا عائلات وأيتام وبحلب، ولهلا الجمعية طبعا عم تمارس عملها. على الصعيد القومي الكردي، ما عدا الاحتفال بعيد النوروز، يعني ماذا حققتم كحزب أيضا؟ ماذا حققتي أنت كشخص، يعني كشخص كردي ينتمي إلى أصول كردية وهو من مدينة القامشلي؟ هلأ برجع بقول أنا أمين عام حزب وطني. يعني أنا بعتقد إنجاز لما أنا كحزب وطني وأقنعت كل شيء معي بأنه حزبي يكونوا معي مطالبين من الحكومة السورية بالاعتراف بالقومية الكردية. الشغلة الثانية، بعتقد 1200 شخص كانوا بصوتشي، ما حدا حكى عن الكرد غير أنا. ومع انه كان في اكس من الاتراك انه ما حدا يحكي، وحكيت على عفرين واللي عم بيصير بعفرين. بموضوع يعني كمان عفرين، انا كنت كمان تواصلت، كنت بموسكو يوميتها، وطلعت مباشر من امام الخارجيه الروسيه بالتواصل لحل يعني، ورغم انه ما صار حل لانه لاسباب كثيره ما بدنا نفوت فيها. وكمان اجينا بزيارات كمان يعني من دمشق، وجبت احزاب
وقوى ومعارضة وطنية، وحتى جبت بعثيين معي للإدارة الذاتية حتى نصل لتوافقات إنه يكون في السياسي أيوة في سوريا. تمام. طيب هل يعني بالعام الماضي بتوقع أنا شفت فيديو على الفيسبوك، فيديو لحزب الشباب، أنتم كنتوا عاملين حفلة بمناسبة كردية أعتقد، ما بتذكر الموضوع منيح، ولكن احتفال بزهرابيان. تم افتتاح الحفل بالنشيد القومي الكردي. هل أنت مقتنعة فعلا بالنشيد القومي الكردي؟ يعني وأنت ذكرتي حضرتك أنك ربيتي في بيت شيوعي. هلا لأقلك شغلة، أنا حكيت لك وما حكيت هلا هي الفترة الأخيرة، يعني لما بتكون ببيت شيوعي أو بتنادي بالأممية، وأنت بتعرف الحزب الشيوعي شلون كان آخر فترة التعصب من بعض الوزراء بالحكومة السورية. وأنا دائما لما بطلع بحكي بقول أنا باسمي الشخصي وبعتذر من حزبي يعني. يعني وهذا السؤال لك شخصيا تماما يعني. أنا طلعت رديت على وزير الأوقاف، طبعا يمكن 1,600,000 مشاهدة. أنا رديت عليه قلت له نحن بالنسبة لنا ككرد سوريا كلياتنا حلمنا نعيش بكرامة، اعتراف بقوميتنا، بس أمثالك اللي عم يدافعوا عن عروبتهم وعم يحاولوا أنه يطمروا قوميتنا، بالفعل هن يعني خلوني أنه ارفع رتمي، يعني دافع عن قوميتي مثل ما أنت بدك أمي عربية واحدة. أنا وعمري ما كنت عم بقولها أنه أنا بدي كردستان، لكن أنت بدك وطن عربي، أنا بدي كردستان. أنت مفتخر بعروبتك، أنا النشيد يعني هو ما نوعنت. مثلا طلعت من دمشق لطرطوس حطيت النشيد الكردي وأنا بالسيارة قاصدة، وقلت لهم يعني للأجهزة الأمنية بين ما تترجموا بكون نحن رجعنا. حطيت صرت على صفحتي أغاني لشيفان، مو لأنه سابقا قلت لك، لأنه كان في شيء معين، تربية معينة. حتى أحيانا هلا لما بحكي أختي لهلا الشيوعية، أخي الشيوعي، بقول لهم إنه أنتوا يعني أبي إنسان كان الكردي والمسيحي والعربي والكل عنده واحد يعني. لكن هلا التعصب اللي عم نشوفه للتعصب الإسلامي السياسي أو التعصب للعروبة بيخلوك تتمسك بقوميتك وتدافع عنها. يعني أنا مو بس عن قوميتي الكردية، حتى يعني السريان وغيرهم تواصلوا معي إنه عم يتشكروني على الموقف. قلت لهم هذا موقف المفروض كلياتنا نشعر فيه، لأنه هلا لما بدك بعد 11 سنة أو 10 سنين من الحرب على سوريا، وبرجع بقول معنا ثورة، الحرب على سوريا والحرب الكونية على سوريا من الكل حتى من الدواعش الداخل، لازم يخلينا نتمسك الكل بقوميتنا، بثقافتنا، بلغتنا، وما حدا يهمشنا وما نرضى حدا يهمشنا يعني. بعض الأسئلة الافتراضية لو سمحتي لي أني أسألك باختصار، هل تتوقعين أن تصبح امرأة رئيسة لسوريا؟ ليش لا؟ ممكن بس مو حاليا، مو بالضرورة يعني. ما في شيء مستبعد يعني. هلا إذا بتطلع واحدة ترشح حالها ليش لا؟ مين بيمنعها يعني؟ طيب. بس نحن في شيء نحن بنعرف بالدستور السوري إنه لازم يعطوك يعني هلا مثلا أنا لو بعرف حالي بدهم يعطوني 35 صوت، البرلمان السوري برشح حالي. طيب صحيح، قديش عدد الأصوات اللي أخذتيها بالبرلمان؟ والله ما بعرف، يمكن قالوا لي شيء 35,000 صوت. 35,000 صوت. طيب لو كنت لا تنتمين لأصول كردية، أي الأصول كانت ستكون الأقرب إليك؟ ما في شيء ببالي، ما في شيء معين ببالي، وما رح أقول إنه برجع بقول لك إنه كردية، لأنه أنا بالنسبة إلي بحس حالي إنه أنا سورية، بس أنا كردي يعني. ما حدا منا بيخلق كردي ولا يعني أنت بتخلق يعني ما بتختار قوميتك. فأنا ما فيني أجاوب عن هذا الشيء يعني. لو لم تكوني أمينة عام حزب، ماذا كنت ستعملين كمهنة يعني؟ كان بدي ضل بالإعلام والصحافة. الإعلام. طيب ما رح كنتي تكوني سيدة أعمال مثلا؟
لا هلا انا لجانب الحزب عم بشتغل يعني عم بدعم حزبي سياسيا، لانه عم بشتغل بمجال البزنس، لانه نحن تمويلنا ذاتي، لا الدوله السوريه ولا عنا منظمات تعطينا، ولا عنا الاقليم يعطينا، ولا عنا قطر وتركيا يعطونا، فعم نشتغل نحن نصرف على حزبنا. تمويل ذاتي. طيب لو كنت خارج سوريا هل كنت ستنضمين للائتلاف المعارض؟ ابدا. ليش؟ لأنه أنا ما شفت يعني لا رؤية ولا خارطة طريق واضحة قدامهم. أنا شفتهم وقاعدة معهم. نعم. يعني أول ما بتقعد معهم ما بدنا رئيس بشار الأسد. طيب شو الطريقة اللي ما بدكم إياه فيها؟ حطوا لنا شو الطريقة. ما عندهم شيء. بعدين تبنيهم فصائل، يعني جيش حر أو فصائل مثلا أو داعش أو هالأجانب اللي فاتوا بيناتهم وتبنيهم هذا الموضوع. أنا هذا الموضوع رافضته تماما يعني. وبالعكس الائتلاف صار كل ماله عم يبين على حقيقته. صرنا عم نشوف يعني إنه الائتلاف صار، إذا بدي أحكي كإنسانة كردية وقومية، أنا بقول من العار إنه يضل المجلس الوطني الكردي بالائتلاف. طيب بريد منك جملة واحدة أو وصف لهذه الدول. روسيا دولة حليفة للنظام السوري لكن مصلحتها فوق كل شيء. الصين دولة حليفة للنظام لكن بتاخذ بدور النقي عن نفس، وبتدور على يعني مصلحتها الاقتصادية أولا، وبتراعي مصالحها مع أمريكا. إيران دولة حليفة للعظم مع النظام السوري. أمريكا دولة نعتبرها معادية إمبريالية يعني للنظام السوري، ليست حليفة بعتقد للكرد. أنا ما بعتبرها حليفة. كمان يعني قريبة من الكرد لتحقيق مصالحها. ما عندك علاقات مع الأمريكان؟ لا أبدا. تركيا أنا بعتبرها من الدول المعادية المحتلة الغازية، يعني أكثر دولة بكرهها أكثر من الأمريكان هن الأتراك. سوريا هي بلدي ويعني بلدي الأم. أنا بفتخر بانتمائي لسوريتي طبعا ولقوميتي. كردستان أنا بعتقد مثل ما التقينا مرة مع جلال وكنت إعلامية، كنا حواليه بالشيراتون. أنا بضل بردد هذا الشيء، إنه هو حلم الشباب القومي الكردي الناهض. هو حلم. لا شك إنه هلأ أنا بتمنى والله تصير كردستان الكبرى، وإذا يكون إلي منصب فيها غير شكل كمان. لكن هو حلم، لأنه يعني ما بدنا نحكي هلا ببلشوا الشباب بس يشوفوا اللقاء على مواقع الفيسبوك بتمنى تصير كردستان، ليش لا؟ لكن بده شيء، لما بتطلب شيء بده يكون موضوعي. نحن إيران، تركيا، إذا بدنا نحكي على كردستان، سوريا تركك من اللي صار باستفتاء. فالكل ضد الكرد. فكيف كردستان؟ إذا أمريكا نفسها يعني اللي عم تدعي إنه هي حليفة الكرد، وقلت لك أبدا ما أنا حليفة، إلى مصالح آنية مع الكرد يعني. كردستان يعني حلم لنا كأكراد. آخر سؤال، أنت هل يعني ممكن أن تصبحين كتانسو تشيلر في تركيا في سوريا؟ يعني تصبحي رئيسة مجلس وزراء أو حتى رئيسة سوريا ممكن؟ بالنسبة للحكومة الموجودة يعني أنا آخر تجربة إلي كانت هي موضوع الانتخابات البرلمانية، وما ندمت، لأنه أنا بالعكس أثبت موجوديتي بالشارع، وأثبت نديتي حتى لدمشق أنه أنا موجودة وإلي ناسي. الحكومة الحالية أنا أرفض أنه أنا أو حزبي أنه نتمثل بأي شيء، لكن بحكومات قادمة لا، أنا مصرة أنه إذا مو بشخصي أو أشخاص من حزبي، عندي مثلا نساء، عندي شباب هلأ عم ندربهم، أنه لازم إلنا الحق باستلام مناصب قيادية بالحكومة السورية، لأنه نحن جزء من هاي الدولة.
يعني أنتم حزب لا ترفضون استلام السلطة وتسعون إلى استلام السلطة؟ لا، بنسعى وبدنا نحاول نكون موجودين، يعني حقنا. السلطة مانا محتكرة طيب. لحزب البعث أو مثلا لأحزاب الجبهة اللي هن هلأ طبعا صامت يعني. هذه كانت بروين إبراهيم، الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير، كنت ضيفة عزيزة على إذاعة فون FM. شكرا جزيلا. شكرا لك. أعزائي مستمعي ومشاهدي إذاعة فون وين ما كنتوا عم بتابعونا، إلى اللقاء في حلقات قادمة.